السلام عليكم. اتكلمنا قبل كده عن ازاي تقدر تحسب احتياجاتك من السعرات على مدار اليوم. كمان اتكلمنا عن خصائص النظام الصحي واهمية ان هو يكون متنوع وبيحتوي على جميع العناصر الغذائية، وعرفنا ايه هي المغذيات الكبرى والمغذيات الصغرى، واتفقنا ان طبعا نوعية الاكل وتوقيت الاكل هيفرق معاك في النزول في الوزن، لكن الاساس هو السعرات، وان لازم اعمل نقص في السعرات علشان يبدأ جسمي ينزل في الوزن. النهارده هنتكلم ازاي احدد هدفي، او ازاي احدد انا محتاج اخسر كام كيلو بالظبط، ومحتاج اخسرهم في فترة قد ايه. مهم جدا ان احنا نعرف الفرق ما بين الوزن المثالي والوزن الصحي. الوزن المثالي ده الرقم اللي بيطلع لك لما بتيجي توزن وزن ميزان انبادي، مثلا بيطلع لك ان الوزن المثالي بتاعك رقمه كذا، او الوزن اللي بيتحسب بالمعادلات او الحسابات البسيطه. مثلا الرجاله بنطرح 100 من الطول، او الستات بنطرح 105 من الطول. يعني لو راجل طوله 180 سم فبنقول ان الوزن المثالي بتاعه ده 80 كيلو. انما الوزن الصحي ده بقى الوزن اللي بتبقى الوظائف الجسم بتاعه في افضل ما يكون، كان بيبقى شكل الجسم كويس وبيحتوي على النسبه الصحيه من العضلات والنسبه الصحيه من الدهون. ففي مثال كده احنا بنضربه، بنقول حاجه اسمها السكيني اوبيز، او حد بيبقى واقف على الميزان، ميزانه سليم جدا لكن نسبه دهونه بتبقى عاليه جدا، وبالتالي هو مازال معرض ان هو يحصل له مشاكل صحيه، وهو مازال معرض للامراض اللي ليها علاقه بالميتابوليزم، زي مقاومه الانسولين وزي السكر وزي ارتفاع الدهون في الدم. على العكس بقى، في ناس بتقف على الميزان بيبقى ميزانها بيبان عليه ان هو اوفر ويت او اوبيز، لكن هو عضلاته نسبتها كويسه والدهون بتاعته نسبته كويسه، زي البادي بيلدر او زي الرياضيين. عشان كده الهوس بالارقام ده مش حاجه كويسه، والهدف الاساسي للنزول في الوزن ان الجسم يبقى صحته كويسه، وكمان يبقى الشكل بتاعه كويس، وبالتالي مهم جدا ان انا انزل بطريقه صحيه. عشان كده في رقم تاني بيبقى مهم جدا بالنسبة لنا أكتر من الوزن، اللي هو نسبة الدهون. ونسبة الدهون الطبيعية بتبقى في الستات 25 ل 31%، وفي الرجالة بتبقى من 18 ل 24%. بتقل طبعا مع الناس الرياضيين أكتر من النسبة ديت، بيبقى دخلنا في اوبستي أو دخلنا في وزن زايد. النسبة دي بتتحسب طبعا بميزان الانبادي. لو ميزان الانبادي مش متوفر فاحنا بنعتمد على قياس تاني اسمه قياس محيط الخصر أو الويست سيركمفرنس. نيجي بقى نتكلم عن معدل خسارة الوزن. هنلاقي ان الجايد لاين بتاع المنظمات الصحية العالمية حددت لنا ازاي نحدد الهدف بتاع خسارة الوزن بتاعنا، وقالت لنا ان بيبقى فيه هدف اسمه الشورت تيرم او على المدى القصير. ده انا بحدد الهدف بتاعي ان انا بخسر حوالي 5% من الوزن اللي انا بادئ بيه. يعني لو انا داخل وزني حوالي 100 كيلو فانا بتكلم في حوالي 5 كيلو في الشهر الاولاني. كمان لازم اخسر من سنتي ل 4 سنتي من محيط الخصر بتاعي، ودوت الاهم لان ده مؤشر ان انا نزلت نزول صحي، او نزلت خسرت وزن من الدهون بتاعتي وحافظت على العضلات. وكمان في هدف على المدى المتوسط، وده بيبقى من بعد 6 اسابيع. ممكن احط خطة لمدة شهرين او 3 شهور ان انا انزل اكتر من 10% من الوزن، يعني حوالي 10 كيلو لو انا وزني بادئ بيه حوالي 100 كيلو، وان انا برضو انزل حوالي من سنتي ل 4 سنتي من محيط الخصر بتاعي. وفي هدف على اللونج تيرم او على المدى الطويل ان انا اوصل للوزن الصحي بتاعي، وان انا ارجع لمحيط الخصر بتاعي ل 88 سنتيمتر في الستات و102 سنتيمتر في الرجال. وبالتالي حاول ما تقعش فريسه للدعايه وللكلام المضلل اللي هو بيسوقه مثلا لكورسات ادويه معينه، ويقول لك هخسسك من 15 ل 20 كيلو او من 5 كيلو ل 10 كيلو في الاسبوع. الكلام طبعا ده مش مظبوط. في ناس بتخس بالمعدل ده، لكن بيبقى النزول السريع في الوزن ده بيبقى علامه ان انا نزلت نزول غير صحي، لان انا خسرت من العضلات بتاعتي وخسرت من الميه، والدهون بتاعتي نسبتها زادت في الجسم، وبالتالي جسمي هيتعب اكتر، وبقيت انا عرضه كمان اكتر لمشاكل صحيه. كمان الحرق بتاع جسمي كمان هينزل في الارض، وبالتالي انا ارجع اكل تاني، جسمي هيبدا يزيد في الوزن بشكل اكبر كتير، وكمان الدهون بتاعته كمان هتزيد، وبالتالي انا دخلت في مشاكل صحيه اكتر. نبدا الاول بالمرحله الاولانيه بمرحله الدايت مع الرياضه، او حاجه اسمها اللايف ستايل موديفيكيشن، ودي اللي بيحددها معاك دكتور التغذيه. تاني مرحله ان انا ابدا ادخل بميديكيشن، او ابدا ادخل بالادويه مع برضه نظام غذائي ونظام والرياضه. تالت مرحله ببدا اخش بحاجه اسمها فيري لو كالوريك دايت، او الانظمه الغذائيه اللي هي قليله السعرات جدا، اللي بتبقى اقل من 1000 سعر. ودي بتبقى مرحله ثالثه لان مشاكلها الصحيه بتبقى كبيره جدا، ولازم تكون تحت اشراف طبي، وبنلجا ليها في حالات معينه، زي مثلا حد مش قادر يتنفس نتيجة الوزن الزايد وده صحته بقت في مشكلة كبيرة، أو حد المفاصل بتاعت رجله خلاص انتهت والوزن مشكل له مشكلة كبيرة جدا فمحتاج ينزل في الوزن بشكل سريع. تاني رابع مرحلة اللي هي مرحلة الجراحة، وبالتالي لازم أرجع إن الهدف بتاعي
للنزول في الوزن ان هو صحتي تبقى كويسه، وبالتالي لازم انزل بالمعدل المناسب، ولازم انزل النزول الصح اللي هو لازم اخسر من الدهون بس واحافظ على العضلات بتاعتي.